كان نفسي قوي اكل مسقعه لايت. بسم الله. دي كده قعده المزاج بالنسبه لي. بسم الله. مش هتشتكي من الكيك اللي بيعجن بعد كده. تعالى اقولك ايه الحاجات اللي تقدري تعمليها في اير فراير هافار. هافار عامله اير فراير 9 لتر ما شاء الله. بصوا الحله الداخليه بتاعته كبيره جدا ما شاء الله، وتقدري تستخدمي الحله كده لوحدها او وانت حاطه فيها الرف، وهما الاتنين غير قابل للالتصاق. والاير فراير 2400 واط وفيها 12 برنامج، وفيها برنامج فك التجميد يعني تغنيكي عن الميكرويف. واللي اهم من كل ده ان فيها 2 سخان فوق وتحت، يعني مش فوق بس زي اي اير فراير عاديه، لا. تعالى اقول لك بقى تقدري تعملي في الاير فراير دي ايه. تقدري تحمصي الشعريه في اقل من 4 دقائق، يعني بصي 25 دقيقه اهو برنامج التحمير، بعد ما عدى 4 دقائق بس طلعي الشعريه هتلاقيها متحمصه وجاهزه ان انت تعملي بيها اي حاجه. وفي اسرع وقت كمان تقدري تعملي احلى بطاطس محمره من غير بقى ما تبهدلي البوتاجاز وتبهدلي المطبخ. ويا سلام بقى لو انت بتحبي تاكلي فلفل مقلي، رشي رشه زيت واظبطيه على 10 دقائق بس، وتقلبيه بس في نص الوقت وطلعي احلى فلفل مقلي. حتى البتنجان المقلي اللي بيشرب زيت كتير تقدري تعمليه في الاير فراير برضو بدهنه زيت خفيفه خالص، يا تاكليه كده يا تقدري تعملي بقى شويه مسقعه وتبقى مسقعه لايت. اي حاجه بتقليها في الزيت تقدري تعمليها في طريقه صحيه اكتر في اير فراير هافار. الاير فراير 2400 واط وعليها ضمان سنه والشحن مجاني. واحلى حاجه في شركه هافار انها بتوفر قطع الغيار لكل منتجاتها. وشوفي بقى الفراخ اللي استوت بعد 14 دقيقه بكل نظافه. ولو انت ماشيه على نظام غذائي معين او بتحبي البطاطا كل يوم وتاكليها سخنه كده، فتقدري تقطعي البطاطايه كده شرايح وتحطيها في الاير فراير، وبعد نص الوقت تبتدي تقلبيها بس على الناحيه التانية وبتطلع زي ما انت شايفاها كده. لو انت بقى من عشاق الكيك وعندك مشكله في الفرن بيطلع الكيك من جوه او النص ني مثلا، الاير فراير مش ممكن في ولا مره تخذلك. كل اللي هتعمليه انك هتشغلي بس برنامج الكيك، وهو بعد 18 دقيقه هتطلعي منه احلى كيك. وهفكرك ان الاير فراير عليها ضمان سنه وشحن مجاني، وشركه هافار بتوفر كل قطع الغيار لكل منتجاتهم. حتى الممبار اللي بتقليه بيطلع اجمل بكتير جدا لما يدوب بتدهنيه بس دهنه زيت كده بالفرشه وتحمريه في الاير فراير، بيطلع خطير. وفرتي كمان ثمن الزيت. يعني انا عايزه اقول لك استهلاك الاير فراير للزيت بيخليكي توفري بنسبه 90% من اللي كنت بتشتريه قبل كده. الاير فراير فيها برنامج مخصوص للجمبري، يعني بدل ما بتحمري دلوقتي الجمبري على البوتاجاز وتبهدلي الدنيا زيت، برضه هتحمريه في قلب الاير فراير. فيها برنامج مخصوص للبيتزا او المعجنات، بتكون مستويه حلوه قوي واخده لون خطير. يا رب يكون الجهاز عجبكم واستفدتوا منه، يا رب تكونوا حبيتوه زي ما انا حبيته. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه، بحبكم جدا في الله.